ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لاول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناتي. النهارده هنعمل مع بعض سندوتشات الكبده الاسكندراني زي عربيات الشارع بالظبط، وزي ما كل اطفالنا بيحبوها وبيحبوا ان هم يشتروا الكبده من على العربيات بتاعه الكبده. هنعملها في البيت وبحاجات بسيطه خالص. عندنا المقادير بتاعتنا: ربع كيلو من الكبدة. انا مقللة في الكمية علشان لو مش مقدرة ان انت تعملي نص كيلو ممكن تضاعفي الكمية اللي انت عايزاها، ممكن تعملي نص كيلو الكمية اللي انت عاوزاها، بس انا اشتغلت بأقل كمية ممكنة. هنقطع الكبدة وهي متلجة كده، تكون متلجة او متجمدة، علشان نقطعها شرايح رفيعة كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده عندنا التوابل بتاعتنا: معلقة صغيرة من الثوم البودرة، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة من الفلفل، معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة، معلقة صغيرة من الكمون، وربع معلقة صغيرة من الشطة، ونص معلقة صغيرة من الملح. وعندنا نص عصير ليمونة، واربع فصوص ثوم يكونوا مفرومين ناعم. هنقلب كل الحاجات دي مع بعض كويس جدا زي ما انتوا شايفين. وشايفين شرايح الكبدة رفيعة قد ايه علشان تدينا نفس ما بنشتريها من العربيات بالظبط ومن محلات الكبدة. هنسيبها بقى على جنب لمدة ساعة علشان تتشرب معايا التتبيلة. وهبدأ بعد كده اجيب طاسة ارفعها على النار، هنزل ب3 معالق كبيرة من الزيت، وبعد كده هنزل ب4 فصوص ثوم يكونوا مفرومين. واول ما هياخدوا لون معايا هبدأ انزل بالكبدة، ومش هقلبها الا لما تاخد لون كده او صدمة. وطبعا شغالة على نار عالية جدا، وهفضل اقلب فيها لحد ما تبقى لونها كلها لون موحد كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ بعد كده اهدي عليها النار لمدة 4 أو 5 دقايق، وبعد كده هنزل بواحد فلفل اخضر كده متقطع شرايح، وهقلبهم كده كام تقليبة لمدة دقيقة او 2، وبعد كده هطفي عليها النار. مدة التسوية بتاعتها من 5 دقايق ل7 دقايق، مش بتاخد وقت معايا خالص على النار، وبتكون جاهزة معايا وزي ما بنشتريها من عربيات الشارع بالظبط، ونفس الريحة ونفس الطعم وزي ما بنشتريها من المحلات كمان. هبدأ بقى اجيب عيش فينو او عيش بلدي وجرجير وطحينة، اي صوصات انت بتحبيها وبتفضليها اعمليها، بس انا بكتفي بطعم الكبدة كده، مش بحب اضيف ليها اي اضافات. ممكن تضيفي طحينة، ممكن كاتشب، ممكن جرجير، بتبقى حلوة جدا. بس احنا بنعملها زي ما بنشتريها من عربيات الشارع ومش هنشتريها تاني. ومن ربع كيلو الكبدة عملت 6 سندوتشات من الفينو، وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله الحشوة بتاعته مليانة، مش زي ما بنشتريه كمان، وطعمه احلى واوفر بكتير. بجد السندوتش كان في منتهى الطعامة والجمال، مش هتبطلي اللي انت تعمليه. شايفين شكل السندوتش ما شاء الله، مش محتاج لا طحينة ولا كاتشب ولا جرجير، ما شاء الله في منتهى الجمال. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشجعوا.